ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في انمي جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك واللايك وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. ده هو استا، واد يتيم ما يعرفش اي حاجه عن عيلته، مرمي قدام كنيسه ومحدش سائل فيه، وجنب منه ولد تاني برضه اسمه يونا، وده هو كمان مقطوع من شجره زيه. بيلاقيهم راهب الكنيسه وبيقرر يربيهم لحد ما بيكبروا، وبنكتشف ان العالم بتاعهم ده بيتمحور حول السحر وتسخير طاقته، وبالتالي قيمتك في هذا العالم تحددها امكانياتك السحريه. وبنعرف كمان ان حلم استا ان يكون امبراطور السحر القادم كاقوى ساحر في المملكه، ولكن لا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. استا ما عندوش سحر من الاساس، هو انت عبيط يا ابني؟ انت عايز تبقى اقوى ساحر وانت مالكش في السحر اصلا؟ وكمان هو الوحيد اللي ما بيقدرش يستعمل السحر في عالم كله معتمد على السحر وكل اللي فيه صحراء. نحس من يومك يا ابني، والله مش غريبه ان اهلك سابوك عند الكنيسه بنحسك ده. في المقابل بقى يونو ساحر رياح مذهل وموهوب وسحره قوي جدا، لدرجه ان اهل القريه متوقعين انه هينضم لفرسان السحر اللي بيحموا المملكه والخاضعين لاشراف امبراطور السحر شخصيا. وطبعا ده غايز استا لانه اقل من صديق طفولته، وانه اضعف في السحر حتى من الاطفال الاصغر منه، بس هو بيحاول يعوض ده بتعزيز قوته الجسديه وشغال 24 ساعه تمرين، ومعلق اماله على احتفال التقديم السنوي اللي فيه بيحصل البالغين اللي في سن ال 15 سنه بيحصلوا على كتاب تعويذ خاص بيهم. استا نفسه في كتاب تعويذ قوي يعوضه عن ضعفه السحري، وده عشان حلمه انه يكون امبراطور السحر. بتمر الايام بسرعه وبيجي يوم استلام الكتب، وكل الناس بتاخد كتب السحر بتاعتها ما عدا استا اللي مفيش ولا كتاب بيختاره. ما طبيعي يا ابني، ازاي يختارك كتاب سحر وانت معدوم السحر اصلا؟ بالمقابل بقى وعلى العكس تماما، يونا حصل على كتاب تعويذ اسطوري بورده او نافله رباعيه، وده زي كتاب امبراطور السحر الاول، واعلنها صريحه كده انه هيكون الامبراطور القادم. ورغم كل ذلك الاحباط الا واستا ما استسلمش، قرر يكمل ويطارد حلمه مهما يكن، وانه يفضل يحاول وينافس صديق طفولته وغريمه التقليدي في حلم الامبراطور. عاش يا ابني والله. وبعد انتهاء ذلك الحفل بيتفاجئ يونا ان في حرامي عاوز يسرق كتابه الخارق، وده عشان يبيعه، ولانه اقوى من يونا اللي خبرته لسه قليله بيقدر يكيده. لسه هيسرق الكتاب ونلاقي استا جاي ينقذه. انت بتعمل ايه يا ابني؟ طبعا الراجل ضرب استا بما انه بلا سحر. استا خلاص فقد الامل، لسه هيستسلم للياس ونلاقي اللي بيصرخ فيه يونا يا جماعه، بيقول له انت مش فاشل، لا انا معترف بيك كمنافس ليا، انت اقوى شخص اعرفه من وانا صغير. ساعتها استا بيفوق من ياسه وبيمتلك الغضب، ده هيعملها ولا ايه؟ وهنا تقع المعجزه، بيظهر كتاب تعويذ من العدم. يا نهار ابيض، كتاب سحر من لا سحر له. ايوه ده كتاب سحر لا سحر له، او بمعنى اخر كتاب مضاد للسحر، حاجه كده مناسبه لشخص زي استا. لا ده كمان مش مجرد كتاب عادي، ده كتاب مرعب بنفله او بورده خماسيه. لا تقول لي نفله بقى رباعيه ولا امبراطور السحر، الخماسي الجبار قد وصل يا صديقي، ومحمل بهاله شيطانيه مخيفه. يا الهي، انه الرعب المنتزل في ظلام الليل الدامس. بيظهر لاستا سيف اسود وضخم جدا من الكتاب، بيقطع بيها سلاسل الراجل اللي مش عارف يعمل بيها اي حاجه قصاده. فين قوتك دلوقتي يا عم لامور؟ الحرامي خلاص عمال يصرخ ومش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل. ساعتها استا اداله ضربه خلصت عليه، عظمه فوق العظمه يا جدعان. وبكده انقذ صاحبه يونا، واللي فرح ان صديقه طلع له كتاب سحر واختاره. وبعدها انطلقوا ورا حلمهم يحققوه، ومش عارفين الايام مخبيه لهم ايه. تعالوا بقى اعرفكم ايه حكايه العالم الجامد ده، وايه حكايه السحر وتقسيماتهم بالتفاصيل. زي ما احنا عارفين ان العالم ده عالم سحر، لكنه منقسم لعده ممالك: سبيد، هار، دايموند، واخيرا كلوفر. ومملكه كلوفر هي اللي فيها قصتنا. المهم المملكه بتنقسم فيها الناس لاربع اقسام: الملكيين، ودول ارقى قسم ومنهم الملك، بيمتلكوا اقوى طاقه سحريه، اغلبهم عنصريين وعاوزين الحرق. وبعد كده بيجوا النبلاء ومنهم اصحاب المناصب العليا في المملكه، ودول برضه سحرهم قوي وبيعيشوا في المناطق الملكيه الى جانب الملكيين. باختصار شويه ناس معاهم فلوس ومش عارفين يودوها فين. بعدها ياتي العوام، وهم الناس اللي اقلهم رتبه واضعفهم قوه سحر، ناس غلابه كده على باب الله. والاغنياء منهم بيعيشوا في مناطق عامه، اما الفقراء والضعفاء بيعيشوا في المناطق المهمله زي القريه اللي بيعيش فيها استا ويونا. وطبعا ما حدش سال فيهم والكل بيحتقرهم، وبسبب كده استا ويونا عاوزين يبقى اباطره السحر ويساعدوا الناس الغلابه ويخلوا الناس تحترمهم غصب عنهم. نيجي بقى للسحر. السحر انواعه كتير جدا ويستحيل عدها، والانواع الاشهر فيهم مثلا النار، الماء، الرياح، والنور والظلام. كل شخص يقدر يستخدم بس نوع سحر واحد اللي اتولد بيه، الا استا طبعا اتولد بدون سحر. وفي طبعه سحريه ليها الافضليه على طبعه تانية. النار مثلا ليها افضليه على الجليد وبتدوبه، في المقابل الماء ليها الافضليه على النار وبيطفيها، وهكذا. في بقى تقسيمه تانية للبشر في المملكه، لا تخضع لفصل طبقي ولا تقييم عنصري، تخضع فقط لقوتها الشخصيه ومهاراتك السحريه. وعلى راس الهرم ياتي امبراطور السحر، وهو اقوى ساحر في المملكه. بعد الامبراطور بتيجي فرق السحر،
ودول الحماة الداخلين والخارجين للمملكه، والسبب انهم فرق عشان زي ما قلنا في انواع سحر اقوى من الثانيه، وبالتالي اعضاء الفريق بيغطي على نقاط ضعف زمايلهم، وفي المقابل بيعززوا نقاط قوتهم. بيتم اختيار فرسان السحر عن طريق الاختبارات على يد قائد الفريق، ودول اقوى سحرة محاربين بعد الامبراطور والتابعين ليه مباشره. بعد كده بيجي المدنيين واصحاب السحر الضعيف، وفي قاع الهرم ياتي عمنا استا صاحب الرقم القياسي في انعدام السحر، قاعد تحت لوحده ومحدش سائل فيه. واخيرا وليس اخيرا كتاب التعويذ السحري، دي بقى كتب بتقوي من سحر صاحبها وبتساعده على استخدام طاقته بشكل افضل، وكمان فيها تعويذ اقوى من التعويذ العاديه. تنقسم الكتب لثلاث اقسام على حسب ريقات النافله اللي عليه، يعني كل ما زاد العدد زادت القوه. الكتاب العادي بيبقى فيه وريقات النافله الثلاثيه، والوريقات دي بتمثل الثقه والامل والحب، وفي الوريقات الرابعه يوجد الحظ الجيد زي كتاب يونا الرباعي كده. اما بقى الورقه الخماسيه فيعيش فيها شيطان، وده هو كتاب صاحبنا استا. طيب لو ظهر كتاب فيه 6 وريقات هيعمل ايه في العالم؟ وبكده نكون خلصنا تقسيم العالم الجامد ده وعرفنا نظامه ماشي ازاي. نرجع بقى لاستا ويونا واللي بيروح عشان يشاركوا في الاختبار للالتحاق بفرسان السحر، والاختبار بيتم تحت اشراف قادة فرق السحر شخصيا، يعني لازم تشد حيلك لان المرحله دي اكون او لا اكون. الاختبار عباره عن عده مراحل زي انك تطير بالمقشه او تشكل طاقه سحريه وحاجات كده من اللي بيحبها قلبك. وكالعاده يونا بارع تماما في كل حاجه بسبب طاقته الكبيره. استا بقى وعلى العكس تماما فشل ذريع طبعا، عشان وببساطه طاقته السحريه بتساوي زيرو. بنوصل للمرحله الاخيره من الاختبار وهي مرحله القتالات، ودي بيبان فيها قوه النبلاء وسحرهم الخارق. وواحد منهم بيختار يونا وبيفكروا ان قروي ضعيف، بيهاجموا بقصيده سحر البرق، لكن يونا بيدمجها مع الرياح وبيردها عليه فبيغلبوا بسحره. القروي ده علم عليه في لحظه وعلمه انها مش بالشكل وان المظاهر خداعه. نروح لاستا وبرضه مختار واحد مستضعفه، وده لانه فشل في الاختبارات وان طاقته السحريه معدومه. بيشكل كره بسحر البرونز كسحر دفاعي بيصد الهجمات، وكمان في فتحات لاطلاق قذائف، يعني بيهاجم وبيدافع في نفس الوقت. لكن استا مش سهل برضه، استفزوا الفتى فبيقرر انه يعاقبه امام الجميع. اشتعلت الطاقه في جسم استا وانطلق بسرعه خاطفه، وبلمح البصر كان استا كسر الكره اللي فرحان بيها نصين. كل ده بضربه واحده صدمت الكل ما عدا يونا اللي عارف صاحبه وعارف قوته المخيفه. اسا خلاها عبره لمن يعتبر، وخلى كل اللي قلل من احترامه يخرس ويلم نفسه. بعد كده بتيجي مرحله النتائج، وهو عباره ان قائد الفريق بيختار المرشحين اللي شايفهم مؤهلين لدخول فرقته، وده بناء على متابعتهم ليهم طول مرحله الاختبار. المرشح بينضم للفريق اللي اختاره، ولو محدش اختاره يبقى باي باي يا معلم مش عاوزينك. اما بقى لو اختارك اكتر من فرقه ساعتها بقى يختار هو الفريق اللي هو عاوزه. بيستمر صدور النتائج بين المرشحين بين الناجح والفاشل لحد ما بنوصل عند يونا، وهنا كانت المفاجاه. كل القاده عاوزينه عشان قوته الجباره ومهارته اللي ملهاش حدود، وكل ده ولسه مبتدئ. امال لما يبقى محترف هيعمل ايه؟ بيختار اقوى فرقه وهي الفجر الذهبي، وده عشان يوصل لحلمه اسرع وانه يكون امبراطور السحر. اما بقى نتيجه استا فمش مدهشه قوي الصراحه، متوقع ان محدش هيختاره عشان سحره معدوم وطاقته الغريبه اللي في سيفه ومحدش يعرف سرها، وده اللي قاله له يامي قائد فرقه السيران السوداء. الراجل ده قوته مرعبه وهالته السحريه لوحدها اتقل من الجاذبيه وتخوف كمان. دي بقى قوه قائد فرقه، امال قوه الامبراطور هتكون ازاي؟ انت لازم تتعدى كل ده عشان توصل لهدفك يا استا. الموضوع باين انه مستحيل. وبالمناسبه السيران السوداء دول فرقه على الله حكايتهم، حائزين على لقب اسوأ فرقه في التاريخ ومسوقه سمعه الفرق الثانيه، عايشينها بالطول والعرض واللي عاوزينه بيعملوه. والمفارقه العجيبه ان يامي قائد فرقه السيران السوداء اختار استا عشان يضم ليهم في فرقته، وده بسبب شجاعته واصراره على حلمه وان ما خافش من قوته الجباره ولم ييأس ابدا. تحس كده انها كانت اختبار نفسي، ولكن استا نجح فيه واخده في فرقته، يعني ساحر في اسوأ فرقه سحر. وبكده استا ويونا بقى اعضاء رسميين في فرق السحر واقتربوا خطوه من تحقيق حلمهم المشترك. بعد كده بيروحوا مقر فريقهم وبيتعرفوا على زمايلهم وبيستلم زيه الرسمي عشان يستلم مهماته. بنلاقي ان فرقه يونا ملكيين من عليه القوم، كلهم جامدين وبيعيشوا عيشه راقيه وحاجه كده اخر شياكه. اما بقى استا ففرقته همجيين وزي ما قلنا بيعملوا اللي هم عاوزينه وماشيه معاهم بالبركه. بعد كده بيروح استا ينفذ اول مهمه ومقلب بيها كفارس سحر، وهو انه يصد خنازير بريه مؤذيه بتضر الفلاحين في احد القرى. لكن استا ما عندوش سحر من الاساس فما بيعرفش يستخدم العصا السحريه عشان يوصل لمكان المهمه، وعشان كده بيوصلوا صديقه ماجنا هو وشريكته في المهام نويل. وبالمناسبه نويل هي كمان عضوه جديده انضمت ليهم في السنه دي، لكن على عكسهم كلهم ملكيه وعريقه من عائله سيفا، لكن لانها ضعيفه وما بتعرفش تتحكم في سحرها اهلها بعتوها لاسوأ فرقه سحر كانهم بيتبروا منها عشان جابت لهم العار بفشلها ده. نرجع بقى للمهمه اللي كانت في قريه اسمها سوشي. المهمه كانت سهله واستا قضى على الخنازير السحريه بسيفه بكل سهوله، وفي طريقهم للعوده للقريه بيتصدموا انها مغطاه بالكامل بضباب سحري. بعد
ما استا مسح كل الضباب بسيفه اكتشف انها تحت الهجوم. دخلوا عشان يساعدوا اهل القريه اللي خلاص على وشك الموت بقذائف جليديه. ماجنا انقذ السكان من الاباده الجماعيه بناره، ومن ثم احتتم القتال لحمايه الكرويين من الموت. قائد العصابه شكل قذيفه من سحره الجليدي واطلقها عليهم، لكن استا قسمها نصين بسيفه. العصابه شكلت قفص جليدي لا نهائي شفاف عن طريق دمج سحريين الجليد والضباب معا، عاوزين يقتلوا كل الكرويين والفرسان دفعه واحده. الوضع شكله مستحيل، لكن استا وماجنا مش بتوع استسلام يابا. الهروب مش موجود في قاموسهم، بيقرروا يحاولوا حتى اخر نفس ولو على حياتهم. بيحتدم القتال، استا بيلغي سحر الجليد وبيعكسه بسيفه، وماجنا هو كمان بيدوبه باللهب المشتعل، ولكنه على وشك فقدان اخر ما تبقى له من طاقه سحريه. ماجنا خلاص طاقته بتنتهي، لا وفوق كل ده طاقه العدو هائله ولا نهائيه. ايه العمل دلوقتي؟ هل هذه هي النهايه؟ هتسيبوا الناس تموت ولا ايه؟ لكن وفجاه وبدون سابق انذار وبدوافع غريزيه محفظه بطاقه عاطفيه نتيجه عن الخوف والشعور بالعجز، بتشتغل طاقه نويل السحريه. البنت بتطلع تعويذه سحريه جديده، تعويذه دفاعيه جباره لا يمكن اختراقها. اسا كمان الحماس اشتغل عنده وانقض على زعيمه، بس الراجل فجاه وغرس فيه رمح جليدي وبيسيبه بين الحياه والموت. لكن مين ده اللي يموت يابا؟ الواد صحي وصحته حديد وطاقته ما بتخلص. استا مش بيستسلم، بيقوم تاني وتاني وبيحاول مرات ومرات. ماجنا هو كمان استجمع اخر ما تبقى له من قوه واطلقها على زعيم العصابه، لكن ما جاتش فيه. خلاص ماجنا ما عادش قادر اكتر من كده. زعيم العصابه لسه هيقتله، ونلاقي استا عكس تعويذه ماجنا على العصابه بسيفه وحرقهم كلهم. ودي كانت خطه بينهم هما الاثنين. ماجنا كان عارف ان الضربه مش هتيجي فيه، ولكنه برضه كان عارف ان استا هيردها له، وبعدها قضى على زعيمه وشل حركته تماما بسيفه اللي بيلغي السحر. وقدروا انهم يقيدوا العصابه كلهم، لكن للاسف بعد ما بيصحوا بينتحروا، وده عشان ما حدش يستخرج منهم المعلومات. لكن هل يكون الوفاء الى هذه الدرجه؟ كيف ولما تنهي حياتك لشخص اخر؟ سحر او بدون سحر يظل هذا العالم قاسيا وموازينه غير عادله تماما. استا مش قادر يتقبل الحقيقه ورفض مبادئهم، واتاري اصلا ان مش ده الزعيم، دول تابعين لمنظمه اكبر وهدفهم غامض. جم على القريه عشان ياخدوا حجر سحري مهم ليهم، لكن استا والشباب قاموا معاهم بالواجب واخدوه مع طائر سحري وغامض ومتعلق بالحجر ده، وهم اصلا مش عارفين ايه هو الحجر ده. عاش يا شباب والله. بعدها بيرجع استا واصحابه المقرب وما يعرفوش مين هم اصلا المنظمه دي ولا ايه هدفهم الحقيقي، لكن التحقيقات شغاله وهيكتشفوا الامر عاجلا او اجلا. من ناحيه ثانيه مين هو الطائر الغامض ده، وايه هو سبب تعلقه بالحجر للدرجه دي، وايه اصلا سر الحجر ده، وما اهميته، وفين باقي الاحجار اللي زيه. تفاصيل كتيره غامضه لم تفك شفرتها الى الان، حقائق مرعبه تخفيها الايام وتتستر عليها الليالي. فبوجود خائن في فرسان السحر فستصعب مهمتهم كثيرا، فكما يقال عدو من الداخل شر من ألف مقاتل. نرجع بقى لابطالنا اللي كانوا الحزن مسيطر عليهم بعد ما زعيم القريه اتقتل من الهجوم ومحدش قدر انه ينقذه، والزعيم كان اسمه سيهي، وبالمناسبه كان صاحب الجوهره الغامضه دي، وهو كمان اللي علم ماجنا انه يكون راجل حقيقي والساحر قوي. ومش بس كده، ده هو كمان اللي خلاه يدخل فرسان السحر. وبالرغم انه ريفي زي اسا ويوما، القائد يامي بيفوقهم من حزنهم، بيقول لهم ان الاكتئاب مش هو الحل، حزنك مش هيرجعه للحياه، خلاص لازم تبص لقدامك وتفكر في اللي جاي عشان تحقق احلامك. بعدها بنكتشف ان في نظام تقييم السنوي لفرسان السحر وهو نجوم الشرف. دي نجمه بيمنحها امبراطور السحر للفرق اعترافا منه بتمييزهم في اداء مهمتهم، وبتتسابق الفرق واعضائها على انهم يحصلوا اكبر عدد من النجوم كل سنه، لان ده معناه انهم قدموا مهمات اكتر وحققوا انجازات اكتر من غيرهم. والسنه دي فرقه الفجر الذهبي في المركز الاول وحاصله على 70 نجمه. اما بقى استا والسيران السوداء معاهم سالب 30 نجمه، يعني هم كمان متصدرين المركز الاول بس بالعكس. وطبعا ده بيغيظ استا اكتر وبيشاروا بالمنافسه الابديه بينهم وبين يونا. بعدها بيستلم استا وزمايله الراتب بتاعهم كفرسان للسحر، فبيقرر يبعت جزء كبير للكنيسه كنوع من المساعده. بعدها بيروحوا بعدها للمدينه بيتفسحوا وبيشتروا اللي هم نفسهم فيه، خلاص واخد اجازه. ابتسم يا عم استا، فلوس وانجازات مين قدك يا معلم. بيدخلوا السوق السوداء وبيدوروا لنويل على اداء سحريه تخليها تتحكم في سحرها بشكل افضل، اهو حاجه كده تساعدها في الفشل والبؤوسه اللي هي فيها. وهناك بيقابل نفس الراجل اللي هزمه استا قبل كده، وبيقفوا يتكلموا مع بعض شويه، لكنهم مفاجاه بنلاقي عجوز بتصرخ بعد ما حرامي سرق فلوسها. بيطلع استا يجري وراه وبيحصلوا الواد التاني، وبعد مطارده طويله بين استا واللص بيطلع استا السيف بتاعه وبيرميها على سحابه اللص اللي هو راكبها. الحرامي بيقع على دماغه لكنه بيلحق نفسه وبيبدا يهرب على رجليه، لكن الواد التاني بيلحقه وبيقبض عليه. بعد كده بيرجعوا الفلوس للست وبيسيبوها وبيمشوا، لكن ما طلعتش عجوز ولا حاجه، ده طلع امبراطور السحر الحالي، وهو الامبراطور الثامن والعشرين من سلسله الاباطره العظام. اتاري بقى ان الامبراطور بيحب يتنكر عشان يكتشف انواع السحر الجديده ويتابع الفرسان الجدد، هوايه عنده كده، بس مغلم مساعده معاه عشان مش مدرك اهميه منصبه وبيتصرف زي العيال الصغيره، وموهوس بالسحر بدل ما يهتم بدوره كامبراطور للسحر. واول بقى ما شاف يونا وزمايله من الفجر الذهبي رايحين في مهمتهم ما، سحب على المساعد بتاعهم وراح وراهم عشان يتابعهم عن قرب. نروح بقى ليونا اللي في اول مهمه مع فرقه الفجر الذهبي، والمهمه دي عباره انهم يكونوا حراس شخصيين للوادي الملكي ده، وده اللي يونا هزمه في الاختبار من كام يوم، وانهم لازم يوصلوه لمملكه هار عشان يكمل دراسته هناك. بعد ما فشل
يستاهلش انه يكون فارس من فرسان السحر. المهم اصلا من الاول فيها حاجه غريبه، ازاي الواد الرخم بيطلب من يونا انه يكون احد حراسه بعد ما هزمه في الاختبار؟ المفروض انه يبقى مش عاوز يشوف وشه اساسا، لكن وعلى كل حال بيكملوا المهمه. وفي الطريق بيتعدى عليهم سحابه سودا شكلها غريب. يونا بيقرر يتفقدها لكنه بيتفاجئ بوابل من النيران، واتاري ان السحابه دي من صنع الساحر عشان يهاجموا عليهم. لكن يونا طلع جامد على الاخر وقدر يخلص عليهم كلهم. ده يونا يا جماعه. ساعتها الواد الرخم ده بيبدا يجر معاه ناعم وبيلطف معاه كمان وهكذا، فبيخترع عليهم انه يروح القريه بتاعته كنوع من استراحه في الرحله يعني، وعشان كمان يتعرف على المكان اللي رباه لحد ما بقى بالقوه دي. بيروحوا هناك وبيتقابلهم الاخت ليلي في الكنيسه، والراهب بيعزمهم على العشاء. الميه بتخلص منهم، فبتقرر ليلي انها تروح عشان تعبي ميه من البئر اللي جنبهم. لكن وفجاه بيسمعوا صوت حاجه اتكسرت. بيطلعوا بره بيلاقوا الوعاء اللي كانت ليلي بتملى فيه مكسور. يبقى كده اتخطفت. بيلاحظوا جنب الوعاء ان في قلاده شبه اللي كانت مع العصابه اللي هجمت على الموكب من شويه. اتاريهم ما هربوش ولا ماتوا، دول رجعوا تاني عشان ينتقموا. يونا ساعتها قال ما بيدهاش بقى، وقرر مخالفه رئيسه وراح عشان ينقذ ليلي بدل اكمال المهمه. رجوله يد والله. وفي الطريق بيقابل واحد من العصابه، استغرب انه عارف اسمه رغم انه ما شافوش قبل كده. بيهاجم بسحر الارض وبيوقعه، لكن يونا مش سهل برضه. بيدمر الصخور باعصار من الرياح فبيردها عليه فبيغلبوا بيها. بعد كده بيروح عشان يدور على الباقيين، كل شويه يقابل واحد ويخلص عليه. مفيش مقارنه يا جماعه، انتوا بتحاربوا مين بس؟ بيوصل اخيرا للرابع فيهم، وهناك بنلاقي ليلي وساحر النار مقيد الاخت وبيهددوا بقتلها لو ما سلموش كتاب السحر بتاعه. هو انتوا ايه حكايتكم مع الكتاب ده بالظبط؟ بيستدرجوا يونا في الكلام عشان يلهيه، وبعدها يونا بيوطي ظهره. بنلاقي رئيسه كلاوس ضرب الراجل بالرمح اللولبي بتاعه وبيفقد الوعي، وبكده بيكونوا هزموهم وانقذوا الاخت ليلي، ما عدا شخص واحد بس واللي هو اختفى. وبيتضح لنا ان كلاوس عمره ما كان هيتخلى عن مستجد تحت ايده حتى لو عارض او امر. كفاءه يد والله. وكمان كان واخد باله ان اللي هجموا عليهم كانوا مركزين بس مع يونا، وكل شويه هاجموا عليه هو مش الواد الملكي، فاكيد ان في الموضوع. بعدها هو بيستخدموا تعويذ ظاهره الحقيقه، وقدرنا نعرف الحقيقه فعلا ان اهداف الواد الملكي ده كان سرقه كتاب يونا والانتقام منه على اللي عملوا معاه في الامتحان. وبعد كده بياخدوه هو والفاشل بتوعه للعاصمه الملكيه. يلا يا اخويا اديك اتضربت مرتين من يونا يا معلم. فاكرين الواد الخامس اللي قلنا ده هرب؟ هو ما هربش ولا حاجه، لكن امبراطور السحر خطفه وتنكر على هيئته، وده عشان يتفرج على يونا ويشوف قدرته المذهله. هو مين يا جدعان اللي عينه امبراطور السحر ده؟ بينتقل يونا واللي معاه الى المقر، وبيكتشف انهم حصلوا على نجمه في المهمه، وكمان قائدهم كان شاكك في الواد ده هو وابوه، عشان كده كلفهم بالمهمه دي وفيها نجحوا بامتياز. وبكده يكون استا ويونا حصلوا على نجوم في اول مهام ليهم، وتقدموا خطوه في طريق ال1000 ميل. بس يا ترى ايه مده المهام وايه مده صعوبتها؟ الامبراطور السحري كلف استا شخصيا انه يروح لمهمه محدوده. يا ترى ايه المخاطر اللي هيواجهوها هناك؟ وهل هيعرفوا ينجوا منها ويرجعوا احياء ولا لا؟ استنونا في الجزء اللي جاي من حكايه استا، وما تنساش تخبط اللايك والاشتراك في القناه عشان ده بيساعدنا جدا. وسلام.